القاعة المغطاة بثانوية محمد الزرقطوني التأهيلية بأكادير كانت على موعد مع الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والجامعي، تظاهرة تسعى إلى توجيه التلاميذ نحو مسارات دراسية تتلائم مع مؤهلاتهم وترفع من فرص نجاحهم ما بعد البكالوريا. جبنا المؤسسه ديالنا لهذا الملتقى اللي مهم بزاف في المسيره ديالنا الدراسيه. استفدنا بزاف، شفنا بزاف د المدارس، عطاونا افكار وعطاونا معلومات اللي ما كناش عارفينهم. انا فرحانه بزاف لحقاش داروا لنا هذه الحصه ديال التوجيه، لحقاش فريمون كانت خاصني بزاف انا شخصيا وحتى الاصدقاء ديالي اللي كنعرفهم كانت خاصهم. استفدنا فيها بزاف ديال الحوايج، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، طورنا المعارف ديالنا بزاف ديال صافتو لي فيليير ولي برونش اللي باغيين نديروا. استفدنا، عرفنا شنو غادي نقدروا نديروا من نشطوا البكالوريا ان شاء الله باش نقطه مزيانه، شنو هما المدارس نقدروا نديروا، عرفنا افاق وشحال من حاجه. هادشي تيعاون التلاميذ اننا نعرفوا شنو تابعنا في المستقبل. مشاركة وازنة لعدد كبير من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا جهويا ووطنيا، مما يمنح الفرصة لتلاميذ البكالوريا وأولياء أمورهم للتواصل المباشر والتعرف عن قرب على العروض التكوينية المقترحة. هاد السنه هذه عندنا العارضين يفوقون 60 عارض اللي معنا، وتقريبا 90 من هاد العارضين هم المؤسسات ديال الدوله، يعني مؤسسات العموميه. عندنا بعض التمثيليه ديال المؤسسات الخصوصيه. هاد الفوروم هذا ما غاديش يقتصر بهذا اليوم هذا، ولكن من بعد غادي نديروا واحد الحملات خارج يعني المدار الحضري باش نوصلوا لجميع المؤسسات وباش المكون ديال التوجيه يكون حاضر في هذه الصيغه ديالو التواصليه والتعريفيه والتكوينيه بشده في هذه المحطه من السنة. كما يجمع الملتقى في نسخته الحالية بين التوجيه والانفتاح على مختلف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم زيارات افتراضية لمعاهد ومؤسسات جامعية وطنية ودولية.